السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله. احلى اكل في مصر. اوعى يا عم، ايه في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ لا مؤاخذه يا جماعه، انا اللي بقدم الحلقه. امشي يلا بره. مش عارف ايه اللي بيجيب الناس دي هنا. بصوا يا جماعه، النهارده احنا هنعمل الكبده بتاعت الشارع، اللي هم بيقولوا عليها كبده اسكندراني. مش كبده اسكندراني بس ايه، نمشيها يعني عشان ناكل عيش. اول حاجه الكبده الاسكندراني بتبقى تقطيعه رقيقه وطويله، دي بتتقطع عصافيري. تاني حاجه الكبده الاسكندراني كل حاجه بتبقى فيها قليله، لكن الكبده بتاعت. طب ما تيجوا نشوف كبده الشارع بتعمل ازاي على طول ونخلص. الكبده عامه بتتعمل في صينيه تكون غويطه، بس انا ايه ما لقيتهاش، فلقيت الجريل، هنعملها في الجريل النهارده. اول حاجه الزيت. في الكبده الاسكندراني بيبقى الزيت قليل، لا في كبده الشارع بنكتر الزيت. تمام. ونسيبه يسخن. فاكرين كده الليمب لما قال له حط بصل كتير، حط فلفل كتير، حط كده. هو ده اللي ايه اللي احنا بنعمله. اول حاجه الطاسه طبعا الزيت يبقى كتير، ممكن نكتر عن كده كمان، بس انا ايه عشان في حركه هنعملها كده هتخليها جوسي، فمش هحط اكتر من كده، بس دي كفايه يعني وهتكفي. نتاكد ان هي لازم تكون سخنه قوي، وبعدين ننزل بالبصل. هنقلب البصل. ولازم نخلي كل البصل ايه ياخد بالزيت، والبصل يبقى متقطع شرايح كده، عشان ياخد طعم الكبده ويبقى جزء من السندوتش بتاع الكبده ويملى السندوتش. في المرحله دي بقى ايه الملح والفلفل والكمون، طبعا هحط الثلاثه على بعض فهحطهم على طول كده. ونكمل تقليب كده، الريحه تبدا ايه تطلع. لغايه دلوقتي احنا ماشيين على ايه؟ دي كبده الشارع. نقرب شويه. زي الفل. الريحه ايه تبدا تطلع معانا. طبعا في كبده الشارع يبقى بهارات. اهم حاجه في الليله الكركم عشان اللون والريحه، والجنزبيل. دول مش كله بيعملها، بس بتبقى مهمه وكويسه، بتدي اللي هي الريحه بقى ايه، الريحه اللي انتوا بتشموها في الشارع دي بتبقى ريحه الكركم والجنزبيل. بصوا اللون بدأ يدي لون كده مصفر. وده على فكرة بيغطي على عيوب في الكبدة، يعني عشان ايه ابقى صريح معاك. ما بخليهاش تدبل قوي، واجي نازل بالفلفل. طبعا الفلفل ده في الاسكندراني بيتحط اخر مرحلة خالص. ليه؟ عشان نكهته تبان معانا، لكن هنا في كبدة الشارع هو عايز
بعد بقى ما ايه طشينا الطشه دي اللي هي معلقتين الخل على فنجان ميه، وسبناه غلى واتجانس كل المكونات دي مع بعض، طلعناهم بقى ايه ورحنا عاملين لهم، بصوا الشكل عامل ازاي، ليمونتين حلوين كده، نبص عليهم عشان تشوفوا الكبده. ادي الكبده وبالهنا وشفا. دي كانت حلقتنا اكل عربيات الكبده اللي بيقولوا عليها اسكندراني، بس هي مش اسكندراني طبعا، الطعم مختلف، هي فيها لخبطه شويه. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تصلوا على رسول الله، والتبرع لمستشفى 57 357، واللايك والشير ومساء الفل. السلام عليكم.